السبور نوصيك استجب ليا شارك ليا تمامسي ليكيب الحراشي. تأسس على يد بعض المناظرين للاستعمار الفرنسي والتجار بشرق العاصمة، يعد من بين أول الفرق الجزائرية المسلمة في كرة القدم. تأسس مناهضة للاستعمار الفرنسي على يد رجل ثوري اسمه محمد صحراوي في 31 و900 إنه الاتحاد الرياضي المسلم لميزون كاري، وهو الاسم القديم لمدينة الحراش. فكرة تأسيسه جاءت في الذكرى المئوية لتواجد المستعمر الغاشم على التراب الجزائري، بعدما وقف صحراوي على ظلم ومضايقة شرطي فرنسي لشباب جزائريين كانوا يلعبون كرة القدم في أعالي الحراش، تحديدا ببلفور، بعدما وقف صحراوي على ظلم ومضايقة شرطي فرنسي لشباب جزائريين كانوا يلعبون كرة القدم في أعالي الحراش تحديدا ببلفور، وطلبهم بالتوقف عن اللعب، وبعدها فرقهم بواسطة كلبه أكرمكم الله. هذه الحادثة حزت في نفسية الأب الروحي للاتحاد الذي فكر ابتداء من اليوم الموالي في تأسيس فريق خاص بالمسلمين كي يستمتعون بلعب كرة القدم دون مضايقات، وكان له ذلك سنة 31 في إطار غير قانوني، ولم يتم دمج الفريق في المنافسة الرسمية سوى في 23 جانفي 35 لويس مامسي لعب 20 سنة في الحقبة الاستعمارية قبل أن يعود للنشاط بعد استقلال الجزائر. عرف بطبعه التكويني وفرض منطقه ابتداء من موسم 73 و1000 74 أين كان أول فريق في الجزائر يفوز بكأس الجمهورية وهو في القسم الثاني، قبل أن يحول اسمه إلى فريق الاتحاد الرياضي مناجم الحراش في الإصلاح الرياضي سنة 77 900 و1000. 10 مواسم بعد ذلك تمكنت الصفراء من حصد لقبها الثاني في السيدة الكاس، وفي سنة 89 أعيد تحويل اسم النادي ليصبح الاتحاد الرياضي لمدينة الحراش. بعد سنين العجاف التي ضربت الفريق الحراشي، أصبح الأخير ينجب خيرة لاعبي البطولة في صورة مدان، لونيسي، مزياني وراحم، وهو الجيل الذي قاد النادي لحصد أول وآخر بطولة للحراش سنة 98 900 و1000 في نهائي هيتشكوكي ضد اتحاد العاصمة، لتبدأ المشاكل في النادي بعدها وتعصف بفريق الشرق العاصمة إلى جحيم القسم الثاني الذي قبع فيه الفريق لمدة 7 مواسم كاملة قبل أن يعود النادي في موسم 2008-2009 لحلة جديدة وبقيادة مدرب اسمه بوعلم شارف، أين أصبح الفريق يبهر بمستواه العالي وبكرته الراقية، لكنه بالمقابل تخلى عن ترقية لاعبي الفئات الصغرى وانتهج سياسة جديدة بجلب لاعبين من غرب البلاد في مقدمتهم بونجاح وبالقروي الذين صنعوا بعد ذلك أفراح فرقهم والكرة التونسية. بالمقابل غياب الألقاب وسنين العجاف هي السمة الأساسية التي تميز بها الكواسر بعد عودتهم إلى حظيرة الكبار في 8 مواسم كاملة، والحديث عن غياب الأموال والأزمة المالية التي تلوح في الأفق كل موسم جعلت الاتحاد يلعب على المراكز الأولى وفقط، ولا يشارك حتى في المنافسات الإفريقية التي ينتظرها الأنصار المتعطشون لرؤية فريقهم يبلغ القمام بسبب غياب الأموال عن خزينة الفريق. فهل سيكون هذا الموسم موسم كل تحديات لاتحاد الحراش الذي يتخبط في الأزمات الداخلية وضيع التنافس على لقب البطولة، لكنه بالمقابل لازال متأهلا في السيدة الكاس ويبحث عن لقبه الثالث في المنافسة التي يعشقها كل الجزائريين؟ محمد فوزي، منبر الجماهير.